تم تحضير السمكة وشعلنا النار، حطيتها على الفحم وغطيتها لين ما السمكة تستوي. نتفقد العنباية والليمونة، هاي ليمونة وهاي عنباية وهذا فاش، الفاش النومي فاش يا علي. خوخ وهاي قوجة، وهناك السمكة جاية تستوي على كيف. حاول ان شاء الله بعد شوي اقص هاي الشجرة لأنه مغطي على البيت، والحشيش صار شوية عالي لازم نقصه. وهذا الافطر جاي يطلع عندنا افطر بس ما نعرف ينوكيل ما ينوكيل والله ما ادري. هذا هو لازم نشوف. عندي هنا توت، هاي شجرة التوت صغيرة اشتريتها، وعندي هذني شجرتين اسمه ريبس. هذا هو، هذا شكله كلش طيب طعمه ريبس. هذا اسمه، كتبونه بجوجل ان شاء الله راح ازرعهن، اشوف وين المكان وازرعهن. هاي شجرة عفوا وردة صفرة ووردة حمراء، لا وردية. هاي الحمراء قبل كم يوم كانت فيها وردة حمراء تخبل، هاي وهاي وردة البيضة طلعت فيها وردة وطاحت. هاي وردة بيضة، ما شاء الله على خير يا رب. طبعا كانت عندي شجرة كبيرة قصيتها، هذا جزء من خشبها وهذا الجزء الثاني وهذا مكانه. هي ونروح للسمكة نشوفها بالله. وبدت السمكة تبقبق، اسمع. طبعا هذا الفوق الخضرة تشوفونها، هذا يسمونه البصل البري. شوفوا وين طلع عندنا، هذا هو بصل بصل بصل. هذا هو فشي كلش طيب ريحته. شوفوا طبعا هاي فراولة صغيرة جاي تطلع بكل مكان عندي بالحديقة، وهاي العنباية عالجتها. ونرجع للسمكة. اسمع الصوت، اسمع الصوت. المراقبة عن قرب ضرورية. بالمناسبة هاي الشواية إذا تغطيها راح تخلي السمكة تستوي من الجهتين، يعني ما تحتاج تدورها تقلبها. شو السمكة بهاي الشواية إلى فائدة ثانية، وهي دخان الحطب يتبلغ بالسمكة، يعني يكون بطعم إضافي، فشي مو طبيعي. اللي يقدر خليه يجرب.